تحبوا الايباد؟ تحبوا قد ايه؟ انفينيتي. القرايه ولا الايباد؟ مرايه ايه؟ بقول لك القرايه ولا الايباد؟ ايباد. كارثه، زومبيز بيقعدوا قدام التي في او الايباد او الكمبيوتر وما بيتحركوش لغايه ما انا اللي هو هي هلو ويك اب ان ممكن يصحوا وممكن لا. انا عاوزه اكلمكم على اهميه التكنولوجيا. احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، عصر الانترنت، يعني عندنا اكسس لان احنا نوصل لكل المعلومات اللي احنا عاوزينها في وقت قليل جدا من خلال النت، من خلال جوجل. نعمل ابحاث، نلاقي معلومات، لغه، الحروف ABC ألف ب ت، الالوان، الاشكال، الحيوانات، فيسمعوا فيديوهات بلغه معينه، تعلم حاجات عمرنا ما كنا عارفينها في ثانيه. ميزه كبيره جدا في العصر ده ما كانتش موجوده على وقتنا واحنا صغيرين، فطبعا لازم نخلي ولادنا يستغلوها. أنا عندي فيسبوك بروفايل، لكن الحمد لله مع إن عندي فريندز كتير طلبة وزمايلي أساتذة ما حصليش مشاكل. بستخدمها بروفيشنالي وأكاديميكلي، لكن كم المشاكل اللي الواحد بيسمع عنها، هراسمنت بتحصل على الإنترنت، أكتيفيتيز برضو تخوف. على قد ما التكنولوجيا ليها منافع كتير للأطفال، على قد ما هي مضرة أكتر في سن معين. مدمرة طبعا، بس ما حدش بيقدر يمنع اولاده عنها، لكن هي مدمره. كل ما قللتوا الشاشه كل ما الطفل بقى سوشيال اكتر. يعني الشاشه دي بتكون طفل انتي سوشيال، ما بيعملش اصدقاء، ما بيعرفش يتكلم، يتعامل مع الناس، سلبي، قاعد على الكنبه. لان هي بتفصل الطفل عن الواقع. يعني لو انا بكلمك دلوقتي احنا بنكومينيكيت انا وحضرتك مع بعض، لكن الطفل بيتعلم ان هو بيوقف الكوميونيكيشن مع الحياه، بيكومينيكيت بس مع الجهاز بتاعه، فده بيديله صفات معينه ما انا اعتقد انها مش صالحه للتعامل في المجتمع. اي علاقه انسانيه، فقدوا كل العلاقات الانسانيه، علاقاتهم بالجهاز، مفيش اخذ وعطا، يعني ما بياخدش ويدي مع الجهاز زي ما ياخد ويدي مع البني ادم. ابني ما بيقراش وبيقعد ماسك الايباد طول الوقت، فلا طبعا destroying. المفروض بعد سنتين يقعدوا يتفرجوا على الحاجات دي بالكتير قوي ساعتين في اليوم. قبل سنتين مش المفروض يتفرج اصلا، كلها على بعضها على فكره، مش هي ساعتين تلفزيون وساعتين ايباد وساعتين تليفون وساعتين لابتوب وساعتين، لا، اجمالي بتاع الوقت اللي المفروض يقعدوه قدام الشاشه، اي شاشه ايا كانت، ساعتين. ليها جانب كويس، بس لما بتزيد قوي بتبقى ادمان. يعني هم ساعات بيوصلوا لمرحله ان احنا ممكن نخش البيت وهم مش حاسين بينا عشان قاعدين بيتفرجوا. يعني زي مخدرات للكبار، النت والشاشات دي مخدرات للاطفال، فخلي بالكم جدا، ما ينفعش تسيبوا اطفال تقعد قدام الشاشات دي اكتر من وقت معين. يعني المفروض اصلا من قبل سنتين الطفل ده ما يشوفش الشاشه ولا حتى التلفزيون. احنا اصلا بيبقى عندنا كارثه كمان لما يبقى مثلا الواي فاي فاصل، زن 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 زن. انا ولادي ما بيسيبوش التاب من ايديهم، يا تاب يا موبايل اي حاجه، المهم يبقوا قاعدين واي فاي، لازم ممكن يقعدوا بالساعات. طب وانتي بتسيبيهم؟ انا بسيبهم، لان هم لو سابوه مش هيسيبوني انا، مش هيسيبوني خالص، فلا خدوا الموبايلات وطلعوا عني. بتحبي التليفون؟ خد يا حبيبي بس كده، امسك، افتح، اعمل، سيبني في حالي بس، امسك. انا بقى تكبر دماغي، اروح بقى اشتغل في المطبخ، اشتغل، انام، اخد دش، بس هو معاه التليفون يسيبني في حالي. لا، اكبر خطأ. بنبقى عايزين نعمل كده، بنبقى عايزين نخلص منهم، انا عارفه والله، من الزن بتاعهم ومن وجع الدماغ خد، امسك، اتفرج على اي فيديو وسيبني في حالي. انا عندي واي فاي، هم عندهم فيسبوك. يعني انا عندي ولد عنده 6 سنين، ولد عنده 5 سنين، كل واحد عنده فيسبوك. نعم، واحموا ولادكم من الفيسبوك ومن حاجات الشاتس الاونلاين، عشان دي خطره جدا، انت بتعرفيش مين الناحيه التانيه. الكلمه انت عندك كام 8، ايه ده، وانا كمان في مدرسه كذا، وانا كمان ايه ده، المدرسه اللي جنبك. طب بتروحي النادي فين؟ بيضحكوا على اولادك تروح تقابلهم في حته ويطلع راجل كبير اختفى ويجري. هتقولي لي الفيسبوك بتاعه ايه؟ زي عايز زي مامي وزي بابي، صور بس. ليه؟ هقول لك على حاجه، انا شايلاه من اليوتيوب بس ما عنديش اي حل تاني غير اني ابعده عن اليوتيوب، غير عن طريق الفيسبوك. اليوتيوب ده اصبح مأساة. تتفرجي على حاجه زار بقى، حاجه ميلا
ميلا تعالي كلي. ميلا ميلا ميلا، انا بكلمك ميلا اكل. طب سيبي ده. مش مركزين، مش قادرين يركزوا. اي حاجه ده خطر جدا على الاطفال ان هم مخهم يبطل تفكير خلاص، ثابت بقى كده بيتفرج على حاجه بتتعاد شاشات قدامهم. لازم يكون في كنترول من الاهالي على نوعيه الحاجات اللي الاطفال بيتفرجوا عليها. في حاجه اسمها يوتيوب كيدز هايله، اللي هو بدل يوتيوب اللي هو ممكن يدخلك على الحاجات بتاعت كبار ومش عاوز اطفال تشوفها. يوتيوب بقى عندي حوارات بتاعت الفيديوهات بتاعت سبايدر مان دي مبهدلانا ومش عارفين نخرج منها نهائي. مش ممكن. زي مثلا في فيديوهات بتاعت الكبار اللي لابسين لبس كاركترز اطفال، دي بتجنني. اللي هي بتاعت سبايدر مان وإلسا وأنا. تلاقي سبايدر مان، أستاذ سبايدر مان راجل كبارة كده لابس طقم سبايدر مان، وفجأة معاه إلسا بتاعت فروزن لابسة لبس إلسا. فجأة تلاقيهم قاعدين في صالة جنب بعض، وفجأة إلسا دي حامل، فجأة إلسا قاعدة على حجر سبايدر مان. يعني ايه يا جماعة، في ايه اللي بيحصل؟ وفجأة قاعدين في السرير. لا يعني الفيديوهات دي لازم تتمنع. فانتي لازم تركزي كويس جدا في أطفالك بيتفرجوا على ايه. مش هتلاقي سبايدر مان فتقولي ده سبايدر مان هيعمل ايه، اخره يطلع على الحيطه. لا مش هيعمل كده، يعني اخره هيعمل حاجات تانية ما كنتش تتوقعي انها تطلع من سبايدر مان ولا إلسا بصراحه. مش ما اتفرجش على جرون اب ستاف. Yes, I should. Because I'm Anna, and that's you are who I say you are, and you're Elsa, and you're Anna. a big. استني كده بشوف يوتيوب كيدز. انا عندي يوتيوب كيدز منزلاه. مش معقوله. ماليفيسنت وهانز كيس ايه بس. بعدين بتطلع لهم المصيبه انها بتطلع لهم. هم بيتفرجوا مثلا على برنسس مثلا صوفيا ولا اي حاجه، بيتفرجوا على كرتون عادي طبيعي، فجاه تلاقي في السجستد في الفيديوهات فجاه طلعت لهم حاجه من دي. الاول يبين لك ان عادي، بص عادي، فجاه بقى بياكلوا البان مع بعض. ها حب بقى. اتفضل. ده ايه ده؟ نايمة على البحر عادي. إلسا بتاخد تان عادي. طلع عليها الجوكر. بيعمل ايه؟ فجأة لقيت في باربي وصحابها. باربي مصاحبة 2 ومش عارفة تخرج مع ده ولا ده عشان البوي فريند الاولاني مش عارف ايه، والبوي فريند التاني بوي فريند مين. فجأة بنتي ماسكة الايباد وقاعدة بقى اتفرج على باربي was her boyfriend and her dream house يعني بابا بيج ده عامل لي عقدة. كرتون اسمه بابا بيج بتاع خنازير كده بتعلم الاطفال يعني اصوات مش ظريفة. is green. Mine is orange. Mine is red. فمأساة ان هو يقعدوا يعملوا الصوت ده مثلا قدام الناس وانت قاعدة في قاعدة مثلا، يروحوا عاملين لك الصوت ده عادي وهم شايفين ان هو عادي. ايه يعني بابا بيج بتعمله؟ تلاقي فيه ديناصورات بتموت بعض وبتاكل بعض. آلات حادة بقى بيضربوا بعض المسدس. ايه يا جماعة في ايه؟ ليه ابني عنده 3-4 سنين يتفرج على ناس بتضرب بعض وديناصور بيقرم رقبة التاني وخناق ودوشة وصوت عالي كل ده بيأثر. إذا كان بيأثر علينا احنا مش هيأثر على أولادنا؟ الأجهزة دي الشاشات بتخلي الأطفال يتخنوا، وقت التركيز بالنسبة لهم بيقل، بيسبب مشاكل في اللغة إنها تتطور، بتقلب من فيديو لفيديو فبتلهيهم عن الحاجات التانية المهمة الأهم اللي هي اللعب، القراية، اللعب بره في الطبيعة، الاستكشاف. كانش عندنا ولا ايباد ولا تليفون ولا اي حاجه، كنا بنقعد نستكشف يعني. نمسك صخره صغيره كده ونقعد نبص عليها 8 ساعات، نمسك ورق مناديل ونقعد نعمل بيه اشكال. ايه ده؟ دي صخره. برافو يا دوس. كل ما اللعبه بقت مش اكتف يعني بقت ما فيهاش صوت وحركه، كل ما الطفل نفسه يبقى اكتف، وكل ما اللعبه بقت اكتف كل ما الطفل هيبقى مش اكتف. فانت لو عاوزه ابنك يبقى دماغه شغاله اديله لعبه ما فيهاش صوت. هي دي تبدلي التلفزيون بين الطفل يسلي نفسه مش انت اللي تسليه. خلوا ان بعد ما يرجعوا لو يروحوا نادي، لو في نادي يا ريت يجروا يلعبوا، ينزلوا تحت البيت يستكشفوا، يطلعوا على السلم، يقعدوا جوه في الاوضه يلونوا. يعني ممكن تخليهم يلونوا على الحيطان بس في الأوضة بس، ما تعملوش الغلطة اللي أنا عملتها. بلايدو اللي هو الصلصال، يعملوا أشكال، بازلز، يقروا. في مليون ألف حاجة ممكن تتعمل بس احنا بنستسهل أكتر بكتير
من البرامج اللي على يعني الأجهزة الآيباد. أول حاجة ما تاخدوش الجهاز ده لحاجة تانية، يعني ما تاخدوش مثلا اللي هو لازم الآيباد عشان ياكل، هو لازم الآيباد عشان تنام، هو لازم الآيباد علشان حاجة، هيضطر بقى ما يعملش أي حاجة غير لو معاه الجهاز ده، فهيبقى مدمن الشاشة. يعني بقى في اوقات بيتقفل فيه ريموتلي من غير ما هم يحسوا. يعني الفتح عمال على بطال ده اللي هو على طول مفتوح علشان بس مفتوح ورا كده في الخلفية، ده مش اللي انا بعمله. ان انا مبدئيا في رولز، قواعد معينة لاستخدام الايباد والشاشات عامة. يعني الاسبوع كله ال5 ايام بتوع الاسبوع اللي فيهم مدرسة ممنوع الايباد يستخدم. خلاص هم اتعودوا، خلاص عرفوا ان بدل في مدرسة او مش جمعة وسبت ممنوع الايباد، فهم من نفسهم بطلوا يسألوا ويطلبوه. وكده كده بيبقى متشال بعيد، ما بيلاقوهوش، فانت يعني في ايدك كنترول، في ايد الايباد ده، في ايدك التليفون في ايدك انت على فكرة، مش في ايدهم. انت عندك اليد العليا في ان انت تخفيه، انا بخفيه. حاجة تانية ان في حاجة اسمها تشارجر، فالميزة ان التكنولوجيا دي الآلة دي بتبطل شحن، يعني في وقت ما الشحن بيخلص، ودي حاجة سهلة، امنعي الشحن. يعني برضو الشحن ده بوديه يعني مش عارفين هو فين. طبعا بنتي كبرت شوية فبقت عارفة ان في حاجة اسمها شحن وتشارجر وعارفة هو فين، فبدأت تشحن، بس بحاول هو على الأقل أيام الأسبوع عارفة انه ممنوع. فأنا عاملة قوانين، انت الأم خلاص، انتوا الأهل الأم أو الأب، ففي إيدكم تعملوا الرولز بتاعتكم الأطفال يمشوا عليها وما تنخوش. فدي نصيحتي بصراحة، ان انتوا دايركت الشاشات نقلل الميديا ونزود تسلية ان هم يسلوا نفسهم بألعاب او بحاجات. كنا معانا جميعا. سلام بقى.